أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد من إلى عالم مليء بالحكمة والفكاهة، عالم كتاب كليلة ودمنة. كتاب كليلة ودمنة هو كتاب شهير تم تأليفه على يد الفيلسوف الهندي بيدبة منذ مئات السنين، وتمت ترجمته إلى العربية على يد عبد الله بن المقفع. الكتاب مليء بقصص ممتعة وبها الكثير من الحكمة والنصائح، وأبطاله هم الحيوانات التي تتحدث وتتصرف مثل البشر. خلينا نبدأ بقصة الأسد والثور. الأسد ملك الغابة يعيش في فخر وقوة، لكن حياته تنقلب رأسا على عقب عندما يلتقي بالثور الطيب والوفي، أحد أصدقاء الأسد، وهو حيوان شرير وغيور يحاول زرع الشك بينهما، ويبدأ بإطلاق الشائعات، وهكذا تبدأ علاقة مليئة بالغيرة والشك بين الأسد والثور. ما تكشفه هنا القصة أن الصديق السيء يمكن أن يكون أشد خطرا من العدو. ننتقل لقصة الحمامة المطوقة. في يوم من الأيام تقع مجموعة من الطيور في فخ الصياد، وتصبح محاصرة في شبكة. هنا تتولى الحمامة المطوقة القيادة، وتقترح أن يتعاونوا جميعا ويرفعوا الشبكة معا، وبهذه الطريقة ينجحون في الهرب. هذه القصة تعلمنا أن التعاون بين الأصدقاء هو سر القوة والنصر. إما القصة الثالثة فهي عن القرد الذكي والتمساح الخبيث. التمساح يحاول خداع القرد حتى يأخذ قلبه ليهديه لزوجته، لكن القرد بذكائه ينجو من هذا الفخ بطريقة مضحكة وذكية. القصة دي بتعلمنا أهمية الذكاء والفطنة، وكيف أن التفكير السريع ممكن أن ينقذنا من مواقف صعبة. كتاب كليلة ودمنة مليء بالقصص الرائعة التي تعلمنا حكما عظيمة عبر حكايات بسيطة ومسلية. إذا كنتم تحبون القصص الهادفة والأفكار الممتعة، ننصحكم بقراءة الكتاب أو مشاهدة قناتنا. شكرا وإلى اللقاء.